مين فيكم بيحب الذرة الصفرا زي كده؟ بسم الله ما شاء الله، طعمها رهيب، مسكرة وجميلة، بتنفع مسلوقة وتنفع مشوية، بتنفع في كل الأحوال. وغير كده بنشتريها من بره غالية جدا. هاتي بقى الذرة الصفرا كده وقشريها كويس، وتشيلي بقى الشعر دوت اللي بيلخم الدنيا ده، وهنبتدي ننضفها كويس جدا ونغسلها. طبعا هنفرطها الاول وبعد كده نغسلها. تمام. لو عندك بقى مقوار زي اللي عندي، طبعا المقوار ده موجود في كل بيت، هتجيبي ظهر المقوار كده من تحت من عند الصف كده وتبتدي تشيلي كده، هيطلع معاكي بكل سهولة. هو بس اول صف كده بيكون صعب، وبعد كده كله بيتفرد تمام بايدينا، مفيش اي مشكلة. بس حتى اول صف شلناه بالمقوار كده، يعني تقلبي المقوار وبتصدري في الصف، بيطلع معاكي بالشكل ده. هيبتدي يتقشر معايا او يتفصص معايا بالشكل ده بكل سهولة. شايفين؟ سهل جدا. اعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها. انا كنت جايبة كمية وشوينا منها، والباقي قلت بقى اعمله بالطريقة بتاعت الجاهزة بتاعت بره. جبنا بقى ميه مغليه، ونزلت كده بمعلقه من الخل، معلقتين كبار من السكر، ونص معلقه من الملح، وربع معلقه كده على طرف المعلقه من بيكنج صودا او الكربوناتو. هنزل بيها تفور معايا بالشكل ده. بنعمله نفس طريقه الزبيب كده ما عملناه. تمام. هسيبها بقى احطها على النار، وهجيب بقى، انا كنت شايله واحد كده على جنب، قلت اقطعه شرايح كده، هعمله بطريقه تانية، هحطها برضو تتسلق بالشكل ده. تمام. يعني بنجرب كل الاشكال. اول ما تغلي بقى بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله، شايفين لونها اتغير ازاي؟ لونها دخل على اورنجي كده، اللون البرتقالي الجميل دوت. يعني غمقت واستوت معايا بقى في خلال ربع ساعة. تمام. هبدأ كده اجيب بقى برطمان كده نضيف متعقم، وهعملها زي الجاهزة بالظبط. احطها في البرطمان واقفل عليها واحطها في التلاجة، وهسيبها بقى اخد منها للسلطات، اخد منها للتونة، لاي حاجة احنا عايزينها. تمام. هجيب بقى الشرايح، هعملها كده بحتة زبدة. هي بتتباع بره غالية جدا، بتتحط عليها زبدة، بتبقى يعني جميلة قوي ما شاء الله. وكمان بتتباع غالية قوي قوي. وحاجات بسيطة ممكن تتعمل في البيت بكل سهولة. اهي. جايلك بقى ضيوف، هتعمليها للأولاد، هتعمليها بالشكل ده، تحط لها حتة الزبدة وهي سخنة كده، هتسيح فيها وهي مسكرة كده على بسيط، طعمها في منتهى الجمال. يبقى احنا كده عملنا سويت كورن في البيت اللي بتتباع في السوبر ماركت بكل بساطة وسهولة. بحبكم في الله.